انت كمخرج هتتكلم مع الممثل ازاي؟ هتقول له ايه؟ ولو انت مخرج مبتدئ ومعاك ممثلين مبتدئين، الموضوع هنا بقى بيبقى اصعب شويه. تعالوا نتكلم عن اول حاجه تعملها في اللوكيشن كمخرج في بدايه يوم التصوير، وهي بروفة قبل التصوير. بتعملها ازاي وايه تفاصيلها؟ يلا بينا نشوف ده بشكل عملي. اول ما بتوصل اللوكيشن مع الممثلين، قبل ما بتعمل اي حاجه، قبل ما تحط اي معدات او تركب اي لمبات او تسطب اضاءه، بتعمل بروفة اللوكيشن. احنا اتفقنا ان احنا عاملين ديكوباج، ان في حد هيقعد هنا، الشخصيه الثانيه هتقعد هنا، التلفزيون هيكون موجود هنا، لما يتكلموا هتحصل حركه معينه، الكاميرا هتتحرك حركه معينه. لكن انا ممكن كل ده مع اداء الممثلين حد يقول ارتجاله حلوه قوي فغير، او انا كمخرج اغير وجهه نظري في المشهد او في حركه كاميرا معينه. معانا مشهد بسيط قوي، المشهد اللي احنا حضرناه، انا تعمدت ان هم ما يقروش المشهد ولا يعرفوا عنه اي حاجه. هياخدوا المشهد، اول حاجه هنعملها ان احنا هنديهم فرصه ان هم يقروا المشهد، فتاخدوا وقتكم. الممثل دايما لما بيقرا المشهد بيقراه باداء، هو بيتخيل اداء معين محتاج يقوله. لو انت مش عايزه يعمل كده، قول له انا عايزك تحفظ من غير اداء، قول له انا عايزك تحفظ بس السطور الحوار بتاعك. طبعا يفضل ان انت قبل ما تروح لوكيشن التصوير يكون الممثل وصل له المشاهد بتاعته وقراها وعنده وجهة نظر. لكن احنا هنفترض، مش هنقول الأسوأ، ان انت رحت اللوكيشن ممثلين ما قروش السيناريو قبل كده، هيقروا الحوار بدون اداء. انا هقرا الوصف وانتوا هتقروا الحوار. يجلس امير على كنبه بجواره زوجته سوزي. طيب بما اننا في اللوكيشن فعلا، فنعمل الديكوباج او الحركه بتاعتنا. تعالي هنقعد هنا. يشاهدون تلفزيون، هيبقى فيه تلفزيون هنا. امير يمسك موبايله مبتسما وغير منتبه لسوزي. سوزي تنظر له. أمير. امير لم يسمعها. سوزي. أمير، ينظر لها ويترك هاتفه. أنا بكلمك على فكرة. سوري، كنت بتقولي ايه؟ مش بقول، أنا كنت عايزة أكلمك في موضوع. تصمت سوزي قليلا. امير منتبه. سوزي. أنا بفكر أوافق على موضوع السفر. تسافري؟ بس انا مش هسافر ومش هسيب شغلي. وأنا مش عايزاك تسافر. والله؟ طب انا مش موافق ومش هتسافري، وانا جوزك وكلامي هو اللي هيمشي. سوزي. أنا عايزة ننفصل. والله انا اول مره اشوف واحده عايزه تتطلق وتسيب جوزها عشان تسافر في بلد تانية. أنا مش مبسوطة يا أمير. مش مبسوطه؟ يبقى نتكلم ونحل المشكله، مش عشان هتنقلي شغلك تقولي لي نتطلق. افهم، مش الشغل السبب، لكن أنا مش مرتاحة معاك. كنت زمان برتاح معاك، بس دلوقتي ما بقتش. أنا هاخد حاجتي وأروح عند ماما فترة، بس أنا قراري نهائي. أتمنى ننهي كل حاجة باحترام. يتبادلان نظرات. سوزي تقوم وتمشي. امير ينظر لها من غير اداء، عشان بس نفهم المشهد بدايته ايه ورايح ليه او هينتهي بايه. لو انت معاك ممثل، يستحسن ان انت تبين له الموضوع بكل وضوح، الشخصيه بتاعته عايزه ايه في المشهد ده. يعني سوزي هنا، انت حسيتي ان سوزي عايزه ايه في المشهد ده؟ هي عايزة تتطلق، عايزة تمشي، يعني خلاص، يعني الموضوع بالنسبة لها مقفول. اللي ورا ده ان هي عايزه تقوله بشكل غير مباشر، وهو واضح ان هو بيعمل نفسه مش واخد باله، وواضح ان هو عارف المشكله، لان هو بيسال حاجات تبان ان هي غبيه. بالتاكيد هم حصل بينهم مشاكل كتير. نتيجه المشاكل دي في برود منه، من شخصيه امير، وهي بالنسبه لها جابت اخرها. يعني هي في مرحله ان هو ده اخر الموضوع. موضوع السفر ده تقريبا كان مشكله بتتكلموا فيها كتير وانت مش عارفه تاخدي فيها قرار، وكنت مأجله مستنيه ان هو يعمل رد فعل شيك او حاجه فما توافقيش فتقعدي، وبعد كده لقيتين ان هو مستمر في البرود ده، فانا جبت اخري فخلاص. فمهم انك تشرح للممثل التفاصيل دي، لان هو لما بيجي يتخيل اي جمله بيقولها لازم يكون في وراها معنى، هو ما بيقولش الكلام بس. يعني تعالوا نلعب لعبه بسيطه كده. هناخد جمله انا مش مبسوطه يا امير دي ونحطها في كذا سياق. لو نفترض انا مش مبسوطه هي جمله واحده بس، هنسكت كده لحظه وانت عايزه تقولي له ان انا مش مبسوط. أنا مش مبسوطة يا أمير. فكرت في حاجه علشان تقدر تقول الجمله دي. طيب تعالي نتفه الموضوع خالص. لو هي بتقول له انا مش مبسوطه يا امير عشان هي شخصيه طماعه قوي، وهو جاب لها هديه غاليه بالنسبه للعموم، بس هي بالنسبه لها ايه القرف ده، حاجه قليله جدا يعني. أنا مش مبسوطة يا أمير. أنا مش مبسوطة يا أمير. أنا مش مبسوطة يا أمير. فهنا الشكل بقى مختلف، فضروري ان انت توضح اللي ورا الحدوته كلها ايه. مهم ان انت تسال برضو الممثل ان هو في حاجه مش فاهمها في الورق، في حاجه محتاج يستفسر عنها.
لان احيانا ساعات كلام بيكون مكتوب في الوصف مش مفهوم قوي. تاني حاجه هنعملها هنشوف بقى الملابس بتاعه الشخصيات. عاده برضو انت المفروض تكون باعت وعملت كذا قعده، او لو معاك مساعد مخرج، بس احنا في كورس الوان مان كرو انت اللي بتعمل كل حاجه. يعني مثلا لما وضحت لكم قلت لكم احنا عندنا مشهد في صاله، واحد ومراته قاعدين، سالتوني على الالوان ايه او الشكل هيكون عامل ازاي. الافضل ان انت على الاقل تكون محدد حاجه معينه. يعني انا مثلا لو اخليه هو لسه جاي من الشغل او المشهد عايز كده، هقول له محتاج ان انت تبقى لابس قميص وبنطلون شيك وجزمه، غير لما هتكون لابس تيشيرت بيت او ترنج وقاعد وبشبشب. نفس الكلام بالنسبه لها، هي لو لابسه لبس خروج فده معناه ان هي جايه من بره، لو لابسه لبس بيت معناه ان هي قاعده. انا محتاج منكم بروفا من غير السكريبت. اكشن. أمير، 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 أنا بكلمك على فكرة. ما خدتش بالي، كنت عايزه حاجه؟ هو ده مش اللاين، يعني هو نراجع نفس اللاين اللي مكتوب. جاهزين؟ أمير، 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 أنا بكلمك على فكرة. سوري، كنت بتقولي ايه؟ مش بقول حاجة. هو أنا كنت عايزة أكلمك في موضوع. أنا أنا بفكر أوافق على موضوع السفر. هتسافري؟ انا مش هسيب شغلي واسافر. أنا أصلا مش عايزاك تسافر. والله؟ طب مش هتسافري وانا جوزك وهتسمعي كلامي. أنا عايزة إن احنا ننفصل. انا اول مره اشوف واحده في حياتي عايزه تنفصل عن جوزها عشان تروح تشوف شغل في بلد تانية. سوري. عايز احس ان انت الموضوع فارق معاك. فارق معايا هي؟ اه انا فارق معايا شغلي. انت فاهم ولا مش فاهم؟ اه فاهم. انا فاهم، وبس فارق معايا شغلي ان انا مش عايز حلو. برضو ليه اديها الريبه. بتنفعل؟ اه انت في موقف قوه. اوكي طب انا الراجل ومش موافق، اوكي. فانت ايه اللي ضايقك اصلا؟ يعني ما هي مش هتعمل حاجه اساسا. مش وليه هتعمل حاجه. مهتم؟ هي شويه كلمتين بتقولهم يا عم، زي ما كل بتيجي مره يعني كل مره بتيجي تتكلم تقول نفس البقين. بس هي تاخد مالكش دعوه هي القرار. بتفكر في ايه م-م. خالص. دايما لما بتقرا يعني لما بتيجي تقول الجمل بتاعتك انت ما انتش عارف هيترد عليك يتقال لك ايه تماما. انت بتقول الجمله في وقتها، بس ممكن الشخصيه التانية ترد عليك حاجه تانية خالص. انت حافظ جملك وعارف ان الموضوع ماشي ازاي، بس كل جمله بتقولها هي بلحظتها بوقتها، عشان انت تطلع كل حاجه باحساسها تمشي كسلم. احس اكتر ان هو مش فارق معاك، اوكي لان هو فعلا في المشهد مش فارق معاك. ماشي. انت ستيل لحد حتى ما هي بتقوم وبتمشي في الاخر انت ما انتش يعني هترجع تاني. متضايق وحاسس ان انت وحيد وكده، بس برضه وليه سبت موبايلك؟ عشان تبقى لا لا انا بكلمك على فكره وبتاع. انت كشخصيه يعني لا اوكي ما تسيبش ما الموبايل. سيبش الموبايل. حط الموبايل على جنب. قولي ما انا عملت كده لما رجعت، لما لقيتها سكتت شويه فخدت الموبايل تاني وسبت. لا خلي الموبايل في ايدك، خلي الموبايل في ايدك. انت نفس الكلام، انت يعني مركزه قوي او الموضوع مضايقك، وعارفه ان هو شخص مهمل، بس انت يأسانه برضه. يعني عارفه لما كنا بنقول في الاول البروفا اللي هي قبل اللبس الايه، في استغراب هنا اللي هي بقول لها والله طب انا مش موافق. والله استغراب بسخريه، اوكي مش تمام. بصدمه. المعنى وراه ان انا عارفه، ما انا مش بقولك عشان تسافر، ما هو انا عارفه ان انت مش هتسافر، وعارفه ان انت هتقولي مش هتسافري، وعارفه الحوار رايح لفين، بس انت ما انتش فاهم. فانا بقول لك انا خلاص كل واحد من طريق. وعايز احس اكتر ان انتوا في بيتكم. ما تقلع الجزمه دي، ومفيش مانع ان انت تحط رجلك على الترابيزه تسند رجلك هنا كده،
بس انت لابس شراب لونه ايه؟ غامق. غامق، ماشي، عشان بس ما ينورش لا، قوي هو من غامق. الاضاءه هنا. القعده دي معناها ان هم يا اما كانوا في خروجه ورجعوا هما الاثنين، لان الاثنين لابسين لبس خروج. هو قاعد مركز مع موبايله، هي الشنطه بتاعتها موجوده على الترابيزه، فده معناه ان هما كانوا في خروجه، جايين من خروجه. طيب لو انا حطيت طبق فشار، شويه حلويات، شويه حاجات تانية، فانا من اول التيك عارف ان دول قاعدين سهرانين بيتفرجوا على فيلم، بس مش هيبقى لايق اللبس اللي هما لابسينه، انا اخليهم يلبسوا لبس بيت. فبتقول لي انا مش مبسوطه يا امير، بتطلع بقى اللي جواها دلوقتي. اه فانا بقول لها مش مبسوطه، يبقى نتكلم ونحل المشكله. دي بقى اللي فيها بشويه مش علشان خاطر مش عارف ايه يعني الموضوع بالنسبه لك منطقي يعني. اه مش مبسوطه مش تقولي لي هنسافر يعني. خلاص. لان انت عارف ان هو هتتكلم وهتنفض انت برضه. بس بحاول افهمها برضه انا يعني اللي انت نتكلم بتعمله يا مش ستي. منطقي يعني. نتكلم يعني مش عايز نتكلم، مم. بس نتكلم وانا هفض لك عادي يعني. هي نفس الكونسيبت. يعني انا مش نيرف قوي اللي هو مش مبسوطه، يبقى نتكلم مش ونحل مبسوطه يبقى المشكلة. نتكلم يعني. بس أنا عايز اعرف، عايز احس ان هو نتكلم يعني، هنتكلم بس مفيش نتيجه يعني. ايوه مش بنفس الاداء بتاعي. فهمت. بس بالظبط اللي هو يعني تعالي في ملعبي، تعالي نتكلم وخلاص، قولي كلمتين وخلاص ونعدي الموضوع. أمير، 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 هو أنا مش بكلمك؟ سوري، كنت بتقولي حاجه؟ لا، مش بقول. هو أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع. أنا بفكر أوافق على موضوع السفر. تسافري؟ بس انا مش هسيب شغلي واسافر. أنا مش عايزاك تسافر. والله؟ طب انا مش موافق على السفر، وانا جوزك ولازم تسمع الكلام، وكلمتي هي اللي هتمشي. أنا عايزة إن احنا ننفصل. اول مره في حياتي اشوف واحده عايزه تتطلق من جوزها علشان تسافر وتروح تشتغل في بلد تانية. أنا ما بقتش مبسوطة يا أمير. مش مبسوطه يبقى نقعد مع بعض ونتكلم. مش عشان تنقلي شغلك تقولي ان احنا نتطلق. افهم، مش الشغل هو السبب. أنا ما بقتش مبسوطة. بص، أنا كنت زمان بتبسط، بس أنا دلوقتي مش مبسوطة معاك. بص، أنا هلم حاجتي وأروح عند ماما فترة، بس يعني ده قراري النهائي. كات حلو قوي، حلو. انا عندي بس يعني ما عنديش في اي، كلام بس مطلق. كل اللي انا محتاجه حاجه بسيطه. انا حسيتك متمسكه عكس اللي موجود في السكريبت، وخصوصا في جمله لما هتقول له افهم انت مستغبياه مش بتترجيه، يعني ده الغرض من الجمله. ماشي. وكمان مش عايز احس ان انت مستنيه منه ان هو يقول لك طب خلاص مش عارف، لا انت عارفه اصلا هو هيقول ايه. تمام. ده اللي المشهد موضحه، ان انت يأسانه فواخده قرار، يعني انت واخده قرار وباين ان انت مش هترجعي فيه. هي دي تعجب ولا استفهام؟ اللي بس هي ايه؟ ممكن اللي هي تسافري، بس انا مش هسافر ومش هسيب شغلي. تسافري يعني. بص هو انت الكاركتر في جزء كبير السخريه، سخريه شويه، فاللي هو بالظبط. تسافري بتسخر منها، انت شخص استهزائي كده آه. يعني، فاهم؟ مش منتبه لها دايما. ما انتش مهتم. قشطه. انا بالنسبه للحركه بتاعتك ان انت لفتيها برضو تمام، ان انت خرجتي كده لطيفه، وانت برضو نفس النظره. وخلينا نريكاب كده او نعيد بسرعه اللي احنا عملناه. اول حاجه بتعملها ان انت بتدي السكريبت للممثلين وبتطلب منهم انهم
يحفظوا اللاينز او الجمل بتاعتهم، ودي اول حاجه لازم يكون حافظ، لان الممثل لو مش حافظ هيدخل في جزئيه ان هو لما يجي يأدي بيركز اكتر على الحفظ اكتر من الاداء. تاني نقطة ان انت بتخلي الممثلين يأدوا اول اداء بارتجال، يعني تشوف ايه اللي ممكن يطلع منهم، لان هم عملوا حاجات لطيفة انا ما قلتش كومنت عليها رغم ان ما كنتش متخيلها. واستنوني الحلقة الجاية، ولو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك علشان تشوف الحلقات الجاية ومفيش حاجة تفوتك، وادعي لي دعوة حلوة من قلبك، واشوفكم الحلقة الجاية.